السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكابوريا. عشاق الازازه بقى يجوا هنا بقى ويتفرجوا على الحلقه دي، ما ينسوناش بلايكاتهم وتعليقاتهم. متنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. وبعد كده بصوا بقى يا جماعه، انا بحب جدا اجيب الكابوريا صاحيه. لما بتجيبيها صاحيه وبتعمليها بيبقى طعمها احلى، شوربتها طعمها اجمل، وطعمها بتبقى حلوة قوي. فاهمين؟ بتبقى مختلفة جدا عن ما بتبقي جايباها هي اساسا مش صحي. فبص، انا بحب اقعد العب معاها كده، ببقى مبسوطه قوي انا وولادي بنقعد نتفرج عليها. زي ما انتوا شايفين كده. بنجيب الكابوريا بالشكل ده طبعا، ولازم اتاكد انها صاحيه كده وحلوه. ببتدي طبعا ان انا اجيبها، وطبعا قبل ما احطها على النار، لاني طبعا انا عشان احطها صاحيه على النار حرام بصراحه. فبحب ان انا احطها في الفريزر شويه لحد لما بلاقيها خلاص مفيش حاجه منها بتتحرك. ببتدي ان انا اجيبها واغسلها كويس جدا، وابتدي اشيل منها الجزء اللي هو التناسلي بتاعها، وانضفها كويس جدا بفرشه، بحيث ان هي ابقى واثقه من نظافتها. طبعا الشغل بتاعك فيها كل تنظيفها وكل الشغل ده لازم تكون هي في الفريزر، او تكون مفيش حاجه فيها صحيه، لان لو حاولتي تمسكيها طبعا هتعضك وهتأذيكي. فانتوا زي ما انتم شايفين كده انا منضفاها جدا، حتى الميه بتاعتها شايفين رايقه ازاي ونضيفه، لانها بتغسليها كذا مره لحد ما تتاكدي من نظافتها. طبعا بكون جايبه بصلايه متوسطه زي ما انتم شايفين كده، وبحط عليها حبه من الملح وحبه من الفلفل الاسمر وحبه من الكمون، وابتدي افركها كويس جدا جدا لحد ما كلها تختلط ببعض، وتلقي ريحتها بقى بتبقى حاجه روعه جدا. وخلي بالكوا الكابوريا من اسهل الوصفات، بجد جميله جدا، تقدري ان انت تعمليها، وبعدين ما بتاخدش وقت خالص على النار. طبعا اللي بيحبها دول اللي هم عشاق الازازه، اللي بيحبوا يتسلوا كده ويقعدوا يقزقزوا فيها، فدي بتبقى بصراحه جميله جدا مع مع سمك او مع حاجه بتحبي تقزقزي كده وتستمتعي بيها. طبعا فركتها اهو، بجيب حله وابتدي ارص فيها الكابوريا بالشكل ده، وبجيب البصل اللي انا جهزته وابتدي احطه عليها، واقوم ماسكه الحله واقوم مقلباها كده، بحيث ان البصل يدخل في كل الكابوريا. طبعا مش قادره اقولكوا على ريحه البصل مع الكمون، بجد ريحتها تحفه، نفسي تجربوا الطريقه دي. وصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه وما فيهاش حاجه يعني. خلاص هبتدي بقى ان انا اخدها احطها على النار بالشكل ده كده. طبعا هجيب نص كوبايه من الميه هزودها اهو، هحط نص كوبايه الميه بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا اخليني قدامها على النار. ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه يا جماعه، ربع ساعه بالكتير، وتطفي عليها. هي عند لونها ما يبتدي يبقى لونها اورنج كده حلو، تعرفي ان هي كده استوت. وخلي بالكو الكابوريا والجمبري والحاجات دي، الحاجات دي عامه ما بتحبش السوا كتير على النار، لانك لما بتزودي في سواها بتخليها تجلد معاكي وبتفقد طعمها خالص وما بتبقاش حلوه. زي ما انتوا شايفين كده لونها اتغير وبقى شكلها جميل قوي، وانا بصراحة جوعت جدا ونفسي بقى اقزقز. نفسي تجربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غدا. وبيتفرج علينا لاول مرة ما ينساش يعمل اشتراك. واديني رصيت الطبق بتاعي، والشوربة بتاعتها بقى حاجة في منتهى الروعة، نفسي الكل يجربها، ولا تنسوني بالدعاء.